الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خيرته من خلقه وأمينه على وحيه، جعل الله الذل والصغار على من خالف أمره، وسد إلى الجنة كل الطرق، فلم يفتحها لأحد إلا من طريقه، صلوات الله وسلامه على خاتم رسله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستمسك بهديه وسنته. أما بعد، اللهم إنا نسألك الثبات والهداية، ونعوذ بك من الخذلان والغواية. اللهم إني أعوذ بك أن أقول زورا أو أغشى فجورا أو أكون بك مغرورا. موعدنا اليوم إخواني الكرام مع حلقة نرد فيها على إفك الزنديق ياسر الخبيث. اسمعوا أولا ماذا يقول هذا الدجال. ثابتة هذه المقولة من عمر، يريد أن يقول لا ممكن أن يغلب على النبي يعني الحمى أو زي كذا يعني أو زي كذا وخلاص. لا يا أخي، الأمر مو بهذه البساطة. إذا أردت أن تبرر لعمر كفرياته فعليك بأن تبرر للجميع كفرياته. ليش ما تبرر لذي الخويصرة حين قال للنبي صلى الله عليه وآله اعدل؟ ولماذا اعتبرت هذه الكلمة كفرا إلى الحد الذي أغضب عمر نفسه وقال يا رسول الله ألا أتيك برأسه؟ وشنو قال للنبي؟ حتى ما قال للنبي إنه يهجر، قال يا محمد اعدل بس، ما قال شيئا آخر. وكل المسلمين أجمعوا على أن هذه كلمة كفر، وهذا كان من رؤوس الخوارج فيما بعد، ذو الخويصرة التميمي، وهذا ثابت في الصحاح. فإذا كانت كلمة اعدل التي يطالب بها رسول الله صلى الله عليه وآله فيجيب يقول ويلك إن لم أعدل فمن يعدل، إذا كانت هذه كلمة كفر كاشفة عن نفاق المرء، فكيف لا تكون مقولة إن الرجل ليهجر كاشفة عن نفاق المرء، ثم تقول إنه قد غلبه الحمى؟ يعني شنو غلبه الحمى؟ يعني بدأ يهجر واقعا، وهذا مخالف لسياق كل الروايات والأحاديث التي تتحدث عن رزية الخميس. فإن كل تلك الأحاديث تتكلم عن أن النبي كان يبادرهم الكلام وهو في كامل وعيه، كان يقول هاتوا لي دواتا وكتفا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي أبدا. لما نطقوا بهذه الكلمة طردهم، وطرده إياهم ثم قولهم له أولا نأتيك بما طلبت فيقول أو بعد ماذا، كله كاشف عن ماذا؟ هذا كاشف عن أنه كان في كامل قواه العقلية. فأن نبرر لعمر نقول إنه رأى الحمى تغلب على النبي حتى لا نجعل عمر آثما، هذا بحد ذاته إثم عظيم. أدعو الأخ إلى أن يتوب إلى الله عز وجل منه. أريد جوابا على هذه النقطة بالذات. وها أنا أجيبك يا عدو الله، وحتى يستقيم رد مطعنك العفن على الفاروق رضي الله عنه، أذكر المتابعين بسقم فهمك لهذا الحديث وما أخرجته من لوازم باطلة ضالة توافق مذهبك الرافضي. قولك إن أردت أن تبرر لعمر والعياذ بالله كفرياته فعليك أن تبرر للجميع كفرياته. ومن قال لك أن عمر قال كفرا يا خاسر الحبيب صلى الله عليه وآله، إنما هذا من كيسك وكيس من أفطمك على اللعن والكفر والحقد ومخالفة القرآن وتكذيبه. فعمر ممن رضي الله عنهم أبدا وأسكنه الفردوس الأعلى بنص كتابه سبحانه، فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فأنت وأمثالك تقولون لقد كشف عن ردته، وسبحانه يقول فعلم ما في قلوبهم وأنتم كفرتم بما علمه رب العالمين من قلوبهم. وقال سبحانه وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وأنتم جعلتموهم أهلا للكفر والحقد
كفرا بما قاله رب العالمين. وأما السنة فكثير ولله الحمد، وهو في الجنة مقطوع بذلك قاله النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، حتى رأى النبي صلى الله عليه وآله قصره في الجنة، بل ورأى أحد زوجاته تتوضأ صلى الله عليه وآله وسلم. أما قولك ليش ما تبرر لذي الخويصرة حين قال للنبي صلى الله عليه وآله اعدل؟ ولماذا اعتبرت هذه الكلمة كفرا إلى الحد الذي أغضب عمر نفسه؟ والجواب: انظروا يا إخواني الكرام كيف يقارن ذا الخويصرة بعمر حتى يلبس على الناس، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو من أخبر بأن ذا الخويصرة ضال مضل، وأخبر أن عمر في الجنة رضي الله عنه، فصدق الخبيث قول رسول الله في ذي الخويصرة كما قرأها في الصحاح عندنا، وكذب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله في عمر، بل كذب قول الله تعالى في السابقين الأولين أجمعين أكتعين أبصعين. وها هو الخبيث يسأل تدليسا وتلبيسا: لماذا اعتبرت قولة ذي الخويصرة كفرا؟ والجواب يا عدو نفسه: لأن ذا الخويصرة لم يرض قسمة رسول الله صلى الله عليه وآله في الغنائم، وقال له اعدل، أي ما تفعله ليس عدلا، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله وباطله وكفره بقوله: لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. وفي رواية قال: لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. بل أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتال من يخرج من ذريته. وإنكار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ذي الخويصرة حجة على أمثالك من الصعاليك التي تجهل حتى المقارنة ولا تتقن غير الدس. فقول عمر على فرض نسبته له وصحته إنه لا يهجر، والنبي في كامل عقله وتمام ذهنه، وسكت عن هذا الكفر من عمر كما تدعي، لكان هذا انتقاصا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أمثالك. إذ كيف لا ينكر عليه كما فعل مع ذي الخويصرة؟ وكيف لا يأمر بقتله إذ ارتد على زعمك العفن؟ ومعلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بحضرته صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قولك ثم تقول إنه قد غلبه الحمى، يعني شنو غلبه الحمى؟ يعني بدأ يهذي، بدأ يهجر واقعا، وهذا مخالف لسياق كل الروايات والأحاديث التي تتحدث عن رزية الخميس. فإن كل تلك الأحاديث تتكلم عن أن النبي كان يبادلهم الكلام وهو في كامل وعيه. والجواب عن هذا أن هذا من كذبك الأقرع المفضوح وجهلك المذبوح. فجل الروايات هي التي ذكرت وقالت غلبه الوجع كما في صحاحنا. وانظروا إخواني الكرام رواية الإمام البخاري عن ابن عباس قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعه، يعني ابن عباس إذن يقول اشتد به وجعه، قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط. قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. ويأتي هذا الدعي الخبيث ويزعم أن قول عمر غلبه الوجع أي الحمى مخالف لسياق كل الروايات والأحاديث زورا وبهتانا. هذا وأنتم كرافضة من عندنا قرأتموها ورأيتموها وليس لكم إسناد لرزية الخميس، بل أسانيدكم تطفح أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامة علي بن أبي طالب قبل مرضه وفي مرضه. وإليكم ما يدل على وهاء دينكم وعفن مذهبكم وتدليسكم. نقل المجلسي في بحار أنواركم الجزء 22 صفحة 244 عن جندب بن عبد الله البجلي عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يضرب الحجاب وهو في منزل عائشة، فجلست بينه وبينها، فقالت: يا ابن أبي طالب ما وجدت مكانا لإستك غير فخذي؟ أمط عني. انظروا يا مسلمون كيف ينتقص الرافضة من جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وعائشة رضي الله عنهما. فيقول: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كتفيها ثم قال لها: ويك ما تريدين من أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين؟
انظروا كيف يجهل الرافضة مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومقام زوجته، بل ومقام علي بن أبي طالب، فيزعمون زورا وكذبا وكفرا أن عليا جلس على فخذ عائشة رضي الله عنه وحاشاه. وأما آخر الرواية ففيها التنصيص من رسول الله عندهم على إمرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ثم يزعمون أن عمر رضي الله عنه منع النبي صلى الله عليه وسلم من التنصيص على إمرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا الرافضي الجهول لا يدري أن كتبه طافحة بعدم منع عمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من كتابة الوصية، حتى روى الطوسي عندكم في كتاب الغيبة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الليلة التي كانت فيها وفاته، انتبهوا معي، لعلي عليه السلام: يا أبا الحسن أحضر صحيفة ودوات. فأملأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع، فقال: يا علي إنه سيكون بعدي 12 إماما ومن بعدهم 12 مهديا، فأنت يا علي أول 12 الإمام. سماك الله تعالى في سمائه عليا المرتضى وأمير المؤمنين والصديق الأكبر والفاروق الأعظم والمأمون والمهدي، فلا تصح هذه الأسماء لأحد غيرك. انظروا للحقد، يخلعون على علي رضي الله عنه وأرضاه أسماء أبي بكر وعمر. وبعد ذلك قال: يا علي أنت وصي على أهل بيتي حيهم وميتهم وعلى نسائي، انتبهوا معي جيدا إخواني الكرام، وعلى نسائي فمن ثبتها لقيتني غدا ومن طلقتها فأنا بريء منها، لم ترني ولم أرها في عرصة القيامة، وأنت خليفتي على أمتي من بعدي، إلى آخر الوصية المزعومة. إذن في كتبكم أن عمر رضي الله عنه لم يمنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كتابة الوصية، ولا أحد أصلا يستطيع أن يمنع النبي من شيء. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم مأمور بالتبليغ وإكمال الدين. انظروا يا مسلمون انتقاص الرافضة لمقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف نزعوا عصمة نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يد رسول الله إلى يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا لم تأتي به شريعة نسخت ولا جاء بدين أحد، ولا يقبل به رجل كامل الرجولة أن يطلق ويمسك غيره عصمة نسائه التي بيده. وعليه فقد اتفق المذهبان، مذهب أهل السنة الذي هو مذهب الحق، ومذهب الرافضة الذي هو مذهب أهل الضلال، على أن عمر بن الخطاب لم يمنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حال مرضه ولا في حال صحته من كتابة شيء أو من تبليغ شيء، وحاشاه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقدر على ذلك أحد. وأما قولك فأن نبرر لعمر نقول إنه رأى الحمى تغلب على النبي حتى لا نجعل عمر آثما، هذا بحد ذاته إثم عظيم. وإليك رد جهالتك وتلبيسك من فيك ومقتل الرجل ما بين فكيه. أولا هذا يبرهن على أنك تقول لو قال عمر فعلا وثبت عنه أنه قال غلبه الوجع لم يكن آثما، إذ مثلك يرى أننا نبرر لعمر كفره على مذهبك ودينك بأنه رأى أن الوجع غلب عليه، ونقلنا لكم رواية الصحيح أن عمر قال غلبه الوجع، وهذا بدهي، إذ الأنبياء توعك وتمرض بأضعاف ما توعك الرجال، وهذا ليس تبريرا منا بل هو نص الحديث يا أعمى البصر. وعليه فهو لم يبرر له أحد، وهو ليس آثما على فهمك ورأسك، وعليك أن تتوب من غيك وكذبك على الناس. ثم إليكم إخواني الكرام حقيقة الحديث وما تجهله يا عدو نفسه، ليحكم المشاهدون ويلحظوا الفرق بين العلم والجهل من طرفك، وبين الفهم والحقد من صدرك، وبين التأسيس والتلبيس من رأسك. فإليكم البيان إخواني. أولا قولهم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي قال أهجر أو هجر لا دليل عليه، إذ جميع روايات هذا الحديث تنفي هذه الكلمة عن عمر رضي الله عنه، وإنما الذي جاء على لسان عمر في جميع الروايات قوله إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن
حسبنا كتاب الله. أما لفظ أهجر فجاءت جميع الروايات بنسبتها إلى بعض الحاضرين في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون تحديد لأشخاصهم. قال ابن عباس: فقالوا ما شأنه أهجر استفهموه. فأين إذن ما يزعمه الرافضة من نسبة هذه الكلمة إلى سيدنا عمر رضي الله عنه؟ إنه لا وجود لهذه النسبة إلا في أذهانهم المريضة وقلوبهم الممتلئة حقدا وغلا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، ليس في كلمة أهجر ما يعارض عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقله وفي الوحي وتبليغ رسالة حال صحته وحال مرضه. يبين ذلك ضبط الكلمة وفيه نفي الهجر لا إثباته. وحاصل هذا الضبط فيما يلي: أولا، إثبات همزة الاستفهام وبفتحات عليها أهجر على أنه فعل ماض، والكلمة في هذه الحالة على سبيل الاستفهام الإنكاري كما جاء في الرواية نفسها استفهموه. والإنكار هنا على من توقف في امتثال أمره صلى الله عليه وآله وسلم بإحضار الكتف والدواء، فكأن قائلها قال: كيف تتوقف في امتثال أمره صلى الله عليه وآله وسلم؟ أتظن أنه صلى الله عليه وآله وسلم كغيره يهجر في مرضه؟ بل امتثل أمره وأحضر ما طلب فإنه لا يقول إلا الحق. يعني كأن هذا إنكار من قائله وليس هو عمر على من لم يأتي بالكتف والدوات. وهذا الضبط هو أحسن الأجوبة وأرجحها عند الحافظ ابن حجر والقرطبي عليهما رحمة الله. وهناك ضبط ثان وقال به بعضهم: أهجرا بضم الهاء وسكون الجيم والتنوين، والكلمة في هذه الحالة راجعة إلى المختلفين عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقائلها خاطبهم بها، والمراد جئتم باختلافكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه هجرا ومنكرا من القول. وهذا الضبط الثاني والمراد به تثبته بعض الروايات من طريق الإمام الزهري وما جاء فيها من كثرة لغطهم ولغوهم واختلافهم عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا، اتفق العلماء على أنه لا يصح أن تكون هذه الكلمة أهجر إخبارا، لأن الهجر بالضم من الفحش والهذيان، والمراد به هنا ما يقع من كلام المريض الذي لا ينتظم ولا يعتد به لعدم فائدته، ووقوع ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستحيل في حقه لأنه معصوم في صحته ومرضه. ودليل ذلك الرواية نفسها، إذ أمرهم بالقيام من عنده عندما اختلفوا، لقوله صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه، أي من فمه الشريف في حال غضبه ورضاه وكذا صحته ومرضه، إلا حق. ولو كان أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إحضار الكتف والدوات على سبيل الوجوب لما جاز أن يسكت عليه النبي صلى الله عليه وآله، إذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقر مخالفة الواجب إجماعا واتفاقا ولا طلب ذلك منهم. ولهذا فهم بعض الصحابة أن الأمر على الندب، وفهم بعضهم أنه على الوجوب، ولهذا اختلفوا، فقال بعضهم لبعض: أهجرا أو أهجر كما بينا. والهجر هنا ليس معناه الهذيان. وعلى فرض صحة رواية هجر من غير استفهام فلا مطعن فيها على قائلها، لأن الهجر في اللغة يأتي على قسمين: قسم لا نزاع في عروضه للأنبياء، وهو عدم تبيين الكلام لبحة الصوت وغلبة شدة الحرارة على اللسان كما في الحميات الحارة، وهذا وارد في حق الأنبياء. وقد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوعك كما يوعك الرجلان. وأما القسم الثاني وهو جريان الكلام غير المنتظم وهو المخالف للمقصود، وهذا لم يرد في الرواية، بل على العكس ثبت في الرواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قوموا عني فما أنا فيه خير مما تدعونني إليه، أي من التنازع عنده صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قال: لا ينبغي عند نبي تنازع. ولماذا لم يشنع هذا المخزي الخبيث ياسر على شيعته الذين اتهموا عليا بن الحسين الإمام السجاد زين العابدين بالهذيان، وهو النوع الثاني الذي يريد عدو الله أن يلصقه بعمر وينكره عليه، وهو ثابت في حق شيعته، فقد قالوه في حق معصوم عندهم يوحى إليه. وهذه الرواية ذكرها محمد بن جرير الطبري الشيعي عندهم في كتاب دلائل الإمامة صفحة رقم 90. قال: لما حضرت علي بن الحسين الوفاة قال لولده: يا محمد
أي ليلة هذه؟ قال ليلة كذا. قال وكم مضى من الشهر؟ قال كذا وكذا. قال وكم بقي؟ قال كذا وكذا. قال إنها الليلة التي وعدتها. قال ودعا بوضوء وقال إن فيه فأرة. فقال بعض العواد إنه ليهجر. فقال هاتوا المصباح فنظروا فإذا فيه فأرة، فأمر بذلك الماء فأهريق، وأتوه بماء آخر، ثم توضأ وصلى حتى إذا كان آخر الليل توفي. رابعا أن الثابت عن عمر رضي الله عنه أنه قال غلب عليه الوجع، وقال ذلك ابن عباس أيضا وبعض من كان في البيت. ولم يثبت عن عمر أنه قال أهجر أو هجر، بل قالها بعض الحاضرين كما بينا. وشدة الوجع باتفاق لا تنافي عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقول بذلك عاقل. ومعناه أن عمر رضي الله عنه رأى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تعب، والكتاب الذي سيكتبه سيطول ويؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويطيل مرضه، ولا نريد أن نؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسيكتبه عندما يصح من وعكته، فإن الله لن يقبضه قبل إكمال الرسالة. وعمر لم يكن يتوهم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل عدم تصديقه لخبر وفاته عندما أعلن عنها، فعدم كتابة ذلك كان شفقة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لئلا يتأذى من شدة مرضه وطول الكتاب. ثم إن ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإنكار على عمر في قوله حسبنا كتاب الله إقرار منه صلى الله عليه وآله وسلم بتصويب رأيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في تمام ذهنه وكمال عقله. وقد قال هذا الخبيث أشياء أخر ولنا فيها حلقة ثانية إن شاء الله، ولن نترك لهذا الدجال الزنديق حرفا إلا ونسفناه نسفا. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأدعو إخواني الكرام ألا ينسوا الاشتراك في القناة ومتابعة حسابنا على تويتر، وحساب أخيكم أمام حضراتكم على الشاشة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.